غمضت عيني وقريت الفاتحة بصوت عالي ولفيت جريت. وانا بجري حسيت بهوا زي التلج بيجري ورايا، وسمعت ورايا صوت ضحكه مش بتاعت بني ادمين، كأن شيطان بيضحك. وفجأة اختفى. عم صالح خلص حكايته وهو بيمسح العرق من جبينه وقال انا ربنا نجاني، لكن مش الكل بيعرف ينجو. سألته عن واحد اسمه سالم. سالم كان بطل حكايات كتير قبل ما اجي القرية هنا، سمعت عنه اساطير. قال لي سالم ده كان صاحبي، كان اخويا بجد، كان اشجع شاب موجود في القرية، قلبه ما يعرفش الخوف، كان دايما يتحدانا ويقول ان الندهه دي حكايات ستات. لحد ما في ليله كان راجع من ارضه متاخر ومشي جنب الميه وسمع صوت. سالم بغروره ما ردش بالقران، يعني ما قراش قران، لا ده رد عليها بصوت عالي مين. وهنا كانت غلطه عمره. بيحكي انه شافها واقفه قدامه، بنت اجمل من الحور العين، عيون واسعه وبتلمع في الضلمه، شعرها اسود. قالت له بصوت يخلي الصخر يلين انا اللي قلبك بيدور عليها يا سالم، تعالى. سالم بيقول انه حس كأنه متخدر، مش شايف غيرها.